السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ الفيديو التاني في أسرع ما يمكن. المرة دي زي ما اتكلمنا على الفيديو اللي فات على الهاوس بيلو فليدنج والماستر بيلو فليدنج، دلوقتي هنتكلم عن البوالص وأنواعها. أنواعها من ناحية ايه؟ من ناحية إنك لو عندك بوليصة ماستر بيلو فليدنج أو هاوس بيلو فليدنج بتطلبها أوريجينال أو سيوي بيل أو تيليكس. عشان نعرف الفرق ما بينهم هما التلاتة، برضه احنا كنا شرحناها في الفيديو اللي فات بس برضه نقولها المرة دي بسرعة. الاوريجينال ان انت بتطلب من الخط ان عايز بوالص اوريجينال، فانت بتسحب من عنده حاجه اسمها 3 بوالص اوريجينال، 3 اصول و3 كوبلز. العميل مش هيستلم في الناحيه التانيه غير بالثلاث بوالص دول. في خطوط بتقبل ببولصتين بس، في الغالب الخطوط كلها بتاخد الثلاثه. ايه بقى فايده البوالص دي؟ انا لما مجرد ان انا سحبت البوليصه هنا في مصر مثلا من اسكندريه، خدت البوالص دي في ايدي، العميل بره عمره ما هيستلم من غير ما يكون في ايده البوالص اللي في ايديا دي. فدي عامله زي ضامن ليا لو انا لسه مش واثق في العميل اللي انا بعت له بره، او لسه ما حوليش فلوس، او مستني يشوف البوالص الاول وبعد كده يدفع لي الفلوس. فانا بمسك البوالص في ايدي عشان خاطر العميل بره. وفي ساعات بتبقى علاقه بالال سي ليتر اوف كريدت، ان البوالص دي بتخش البنك، فبتروح اوريجينال بتتبعت مع البنك عشان خاطر اتفاقيات تجاريه. ال سي دي بكل بساطه برضه عشان الناس برضه تعرفها، نحاول نقولها بسرعه من غير اي مشاكل يعني. ده بيبقى انا دلوقتي عندي عميل انا ببيع مثلا مواسير. المواسير دي مثلا ببيعها لحد في المانيا، فاللي موجود في المانيا ده انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، فاحنا ما عندناش ثقه متبادله. فانا بطلع البوليس اللي بعمل حاجه اسمها ال سي دي، انا بحط البنك كوسيط. البنك وسيط ما بيني وما بين العميل بره. البنك ده بيضمن لي حقي وبيضمن لي فلوسي لمجرد ان انا ببعت له البوليصه. فالبنك ده بياخد دور الكونسايني بره، وفي نفس الوقت برضه قدام الكونسايني بياخد دور الشيبر. ان وانس ان انا بديله البوليصه ان انا حملت بيزد على البيانات اللي طالبها كونسايني بره. يعني كونسايني قال لي انا عايز 10 مواسير مقاس كذا و20 ماسوره مقاس كذا و30 ماسوره مقاس كذا. فانا وانس ان انا بطلع البوليصه بتاعتي بالبيانات دي، البنك بيبص عليها بكل التفاصيل المطلوبه، بكل تفصيله بمعنى الكلمه يعني. شيبر بنفس الحروف بنفس الكلمات، كونسايني بنفس الحروف بنفس الكلمات. بياخد اول ما يشوفها البنك بيسمع الفلوس على طول. يعني هو بياخد الفلوس بيعمل لها هولد من الكونسايني لحد ما انا اديله البوليس از شيبر او انا الشاحن. وانس ان هو يلاقي كل حاجه تمام، فكده هو بيدي زي كونفيرم ان خلاص البضاعه تمام بتاعتك على المركب، فانا هحول الفلوس، بيتحول الفلوس ليا انا. ففي ناس بتطلب بوالص اوريجينال. نرجع للنقطه بتاعتنا، بس انا حبيت اخش في الحته دي سريعا يعني. عشان كده البوالص الاوريجينال دي ممكن تطلب، لان ال سي بتبقى لازم بوالص اوريجينال. الجزء الثاني بقى حاجه اسمها السي ويبل او التليكس. انا الصراحه بالنسبه لي هما نفس الاكشن، يعني السي وبيل والتليكس بحس ان مفيش فرق ما بينهم، ولو حد عنده فرق يقول لي. لان انا هما نفس النهايه ان احنا بنلغي خالص حاجه اسمها الاوريجينال. بس تعالى ناخدها بالتدريج. السي وبيل دي ان احنا بنقول ان احنا مش عايزين بوليس اوريجينال خالص، والكونسايني بره يستلم باثبات شخصيته. يعني لو عمرو هيبعت حاجه لاحمد في المانيا، فعمرو خلاص مش محتاج بقى بوليس في ايده، هو مش هياخد اصلا بوليس في ايده. البوليس اصلا مع الخط بيقطعوها بيخزنوها بيحطوها في الدرج، ما لهاش اي قيمه. اللي هناك بيستلم بدون اي حاجه غير ان هو يروح يدفع في مصاريف، يعني مصاريف لو في بوليصه عليها مصاريف، وبيستلم حاجته. فده السي ويبل. انا بقول الخط استلم او سلم من غير اي اوراق. التليكس انا برضو بقول للخط روح سلم من غير اي اوراق. فما بتبقاش فيها اي مشاكل وما بتبقاش فيها اي حاجه. ده الفرق ما بين الثلاثه: اوريجينال، سي ويبل، تيليكس. فالناس تطلب اوريجينال بقى. احنا قلنا ليه السي ويبل بقى؟ السي ويبل خلاص انا اوريدي اصلا الكونسايني بره دفع لي الفلوس، يعني انا الراجل اللي انا بايع له بره مصر دفع لي اوريدي اصلا الفلوس كلها. فانا مش محتاج امسك عليه بوالص، لمجرد ان هي خرجت خلاص انا حملتها بوري له البوليصه تمام، كونفيرم كونفيرم وخلاص. الحاجه التانيه يكون اصلا الراجل اللي بره ده مكتبي. يعني انا ممكن اكون مثلا عمرو مصر فاتح مكتب تاني اسمه عمرو المانيا. فعمرو المانيا خلاص احنا كده كده اصلا يعني بنتعامل مع بعض من زمان، واحنا اصلا نفس الشركه، فمش محتاجين ان احنا اصلا نمسك بوالص على بعض. بس كده. ما اظنش ان في اي اسباب تانية، او في اسباب طبعا كتيره جدا الواحد يطلب فيها السي وبيل. بس انا بحاول اجمع برضو على الثقه المتبادله ما بين العميل هنا والعميل بره. فدي اقل الاسباب وايه الاكشنز بتاعتها اللي بتتاخد في الحاجات دي. بعيدا عن اي حاجه، برضو السي بيل في خطوط بتنفذ عليها فلوس. يعني انت لما تيجي تطلب بوليس اوريجينال، لو طلبتها سي بيل بعدها في خطوط بتطبق عليك فلوس 20 دولار و30 دولار و50 دولار، وفي خطوط تانية ما بتطبقش عليك اي حاجه. فدي ما تقلقش منها، يعني ساعات بتتم وساعات ما بتتمش. أه مش عارف لو في اي حاجه تانية جت في بالي برضو انا هحاول اسجلها. انا بحاول ارتجل على قد ما اقدر عشان خاطر اقول لكم اللي جوايا. يعني لو في اي حاجه اقدر اساعدكم بيها، او معلومه اقدر اساعدكم بيها، او فيديو اقدر اتكلم فيه عن حاجه معينه مثلا مش عارفينها،
او فيها جدال معين، ممكن انا اعمل ريسيرشز وندور ونشوف ويعني نحاول نفيد بعض. واللي محتاج مني اي حاجه طبعا يبعت لي، انا برد تقريبا على كل الكومنتات اللي موجوده في الفيديوهات. فلو حد عنده اي سؤال، عنده حاجه مثلا معينه عايزين نفكر فيها مع بعض ونفيد بيها الناس، واللي عنده اي حاجه يقدر يفيدني بيها، طبعا انا اكون مرحب جدا يعني. ان شاء الله الفتره الجايه برضو هنتكلم على شويه تفاصيل زياده بس ان ديتيلز. انا حبيت بس يعتبر الفتره اللي فاتت دي كلها بنتكلم بيزكس كلها عن اللوجيستكس وعن الشحن بصفه خاصه يعني. ف الفتره الجايه هنتكلم بقى في تفاصيل اكتر وان ديتيلز اكتر، زي نقول عليها كده حاجه ادفانسد اكتر. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.